أهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورتس، حياكم الله في حلقة جديدة من المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء وكل مساء. فتح مولدي أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا مشاري، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. ريت الصور والأهداف والأجواء نحبوها كل 4 سنين بجدهم. معناها أنا خليها تفديك الحقيقة، وربما تطلع معناها نتجاوزها. على كل بدأ العد في التنازل والضغط في الارتفاع. لأنه 24 ساعة الوجوه بدات يلي تحمار يلي تصفار يلي تبياض، وعندي نعرف البعض عايش معاهم ونعرف امورهم. عايش معاهم. عايش معاهم والله عايش معاهم. وفما حتى اللي بدا يعمل في التسخينات. على كل 160 مليون عربي يستناو. احنا عندنا كلمه في تونس نقولوها، نقولوا غدوه لقيت هذايا، كل يد باش تاخذ اختها. ان شاء الله مصر والمغرب اليد في اليد للنهائي، يدا بيد باذن الله لمنتخباتنا العربيه. حسام الدين احمد اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير والنور والسعاده لكل المتابعين والمشاهدين، وان شاء الله سنشاهد نهائي عربي في يوم الاحد القادم ان شاء الله. ان شاء الله مواجهات كبيره ومربع نصف ناري في نصف النهائي. كبير كما طبعا، لكن القوه للعرب ان شاء الله. بدر الدين الادريسي اهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك زميلي مشاري، مرحبا بزملائي واحبائي، مرحبا بكل مشاهدي ومشاهدات الكرام. على بعد 24 ساعه نقف على هضبه الحلم، نتشوق وايضا نتطلع ان شاء الله الى الاخبار الجميله والاخبار السعيده التي ستاتينا تباعا من مدينه طنجه الى الرباط، من البوغاز حيث ينتظر ان يفك منتخب مصر كل الالغاز، وايضا من الرباط حيث سيرابط اسود الاطلس من اجل تحقيق الحلم الكبير، حلم الوصول الى النهائي لتكتمل الصوره ويكتمل المشهد الجميل، ونطمئن على ان منتخبين عربيين ان شاء الله سيكونان طرفين لنهائي الاحلام. خليك موجود انت الفار، انت الفار، بس بعد ما نرحب في صابر نرجع لك. صابر غراوي اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بك يا مشاري، تحياتي ليك وللاصدقاء الاعزاء وكل مشاهدينك الكرام. ان شاء الله بكره زي دلوقتي بالظبط هنكون قبضنا على اولى بطاقات التاهل للمباراه النهائيه، وهنكون بنستعد ان شاء الله في نفس التوقيت ايضا للقبض على البطاقه الثانيه. مباراتين كبيرتين بالطبع، ولكن الحلم العربي اكبر، هدف كبير جدا. ان شاء الله بكره نحتفل سويا بتاهل المنتخبين العربيين، وبعدها سيكون لكل حادث حديث. انما الحلم الاهم في هذا التوقيت انه ان شاء الله يكون نهائي عربي خالص ما بين مصر والمغرب. ان شاء الله يكون الحلم العربي في تاهل مصر والمغرب. لكن بعد الكلمه الترحيبيه لبدر وصابر، من المتردد، من الخائف، من انت الفار، انت الحكم يا فتحي. ودي زوجور عش وحدهم. اعترف. من اللي حسيت يا فتحي؟ لا اللي حسيته الحقيقه صابر اكثر. اعترف. صابر اكثر، لانه صابر حساس. بدر قوي، بدر عنده بدر، ولو انه للامانه انا ياسر متفائلين. خلينا يكون تفائلنا معناها حذر نسبيا، لانه حسام حسمها. قال لك يوم الاحد النهائي العربي ان شاء الله. بدر يحكي على الحلم بطبيعه الحال. صابر التاريخ الحاضر الماضي، التاريخ والحاضر، وعنده الحق الحقيقه، معناها للامانه عنده الحق. ولكن بطبيعه الحال احنا ماذا بينا بين الحلم والواقع والحقيقه، نتمنى غدوه في الميدان العرب يحققون حلمنا يا رب. ما بين الحلم والواقع اقل من 24 ساعه، وماذا يتمنى الجميع؟ نتمنى ان شاء الله بعد هذه الاستضافه المميزه هناك في المغرب، نجحت وتفوقت وابدعت المغرب. ماذا توقعت؟ أوبتا نتابع معكم من خلال هذا التقرير في دور نصف نهائي ناري في هذه النسخه. نتابع. أوبتا كانت واضحه من خلال الترشيحات والتوقعات. بالنسبه لك بدر بعد هذه التوقعات، المغرب اولا ثم السنغال، نيجيريا ومصر، ماذا يعني؟ صدقا لا استطيع ان استبق، لانه السؤال الذي سيطرح الان من سيصل الى النهائي، يعني ما هي حظوظ المنتخبات الاربعه للوصول الى النهائي. صحيح ان اوبتا الان تتكهن بمن يصل الى المباراه النهائيه، لم تخطئ كثيرا على كل حال. بعد دور المجموعات كانت هذه المنتخبات الاربعه موجوده ضمن الخمسه بنسبه 34% للمغرب. كانت هذه المنتخبات الاربعه الواصله اليوم الى الدور الثنائي كانت موجوده ضمن الخمسه، وكان معهم المنتخب الجزائري ربما كان في المركز الثالث.
الثالث، لكن اليوم موجودين 4. أعتقد على أنه يمكن نتكلموا على حظوظ شبه متساوية، على اعتبار أن الدور الربع النهائي أفرز أقوى نصف نهائي ممكن أننا نتصوره في هذه البطولة. ماذا يشكل المغرب في توقعات وترشيحات أوبتا كما تابعنا أن تضعها في المرتبة الأولى؟ هل يشكل ضغط أم هو انعكاس لثقة وإمكانيات عالية للمنتخب المغربي؟ شوف، هذا هو أكثر شيء يمكن يميز المنتخب المغربي على المنتخبات الثلاثة الأخرى، أنه الضغط اللي عليه ضغط رهيب جدا، ضغط الجماهير، ضغط الأرقام، ضغط الإحصائيات، يميز؟ ضغط البيان، لا يضغط عليه كثير. لابد أن يحوله إلى ضغط إيجابي. هو ضغط قوي جدا، ضغط نفسي قوي، لكن يجب أن يحوله إلى ضغط إيجابي. كيف يحوله ضغط إيجابي؟ أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، ليس بمنطق الأرقام ولكن بمنطق التفوق الميداني. وهنا يجب على المنتخب المغربي أن يكون واقعيا، ولو جاء بالمباراة بنفس الأداء الذي كان عليه في مباراة الكاميرون سيكون عنده حظوظ وافرة بمساعدة طبعا جماهيره لتحقيق التأهل للمباراة النهائية. الجماهير دائما ما تلبي النداء، الجماهير هي الرقم 1 للمنتخب المغربي وشاهدناها محفزة مشجعة داعمة، لكن المنتخب المصري يا صابر في أوبتا في المركز الرابع. هل هي نفس السياسة الذي يعيشها صابر من بداية المساء الرياضي بعيدا عن الضغوطات وبإمكانيات وباتزان فني من حسام حسن في كل ما شاهدنا خلال هذه البطولة؟ راضي صابر عن هذه الترشحات في موقع رابع ومرتبة رابعة للمنتخب المصري؟ أنا هبتدي رد عليك الأول بما انتهيت عليه مع بدر، إن الجمهور المغربي هيكون هو الداعم الأول لمنتخب المغرب بكرة، وهيكون الداعم الأول كمان لمنتخب مصر إن شاء الله بكرة. أما فيما يخص الترشيحات، هي في النهاية ترشيحات عطفا على بعض المؤشرات والمقدمات. أنا بالنسبة لي كصابر ترضيني جدا ترضيك بعيدا عن الضغط ولا هي منطقية؟ لا، لأنها لا هي بعيدا، لا هي ليست منطقية إلى حد كبير، لأن أنت في الآخر كل المنتخبات التي تأهلت حتى إلى الدور ربع النهائي كما تحدثنا من قبل إنه كان في 7 منتخبات كلهم تقريبا حظوظهم شبه متساوية. يعني صابر يقول أن مصر تحتاج إنما نفسيا أكثر من 19%. أمر نفسي جيد جدا للمنتخب المصري حتى الآن، إنه هو حتى لما كنا اتكلمنا قبل كده إنه محمد صلاح لغاية اللحظات الأخيرة لا يضع المنتخب المصري في قائمة الترشيحات المرشحة في الصدارة للفوز بالبطولة، ده نفسي جيد جدا للمنتخب، لأن الضغوط الكبيرة اللي تعرض لها المنتخب قبل انطلاقة البطولة أثرت على انطلاقتنا في البداية، ولكن مع مرور الوقت وابتعاد المنتخب المصري عن الترشيحات شفنا المردود الجيد أمام جنوب أفريقيا، وبعد كده المردود الرائع أمام كوت ديفوار. فالابتعاد عن الضغوط أنا في رأيي الشخصي عامل إيجابي جدا، فشكرا أوبتا وشكرا لأي حد ما رشحش مصر في هذا التوقيت. وماذا سيشكل خصوصا المنتخب المصري كان بعيد من الترشيحات على إمكانيات، لكن ولد داخل وأثناء البطولة ومن رحم البطولة كما ذكر فتحي، واليوم نعيش نسخة مصرية عودتنا دائما ما تكون داخل البطولة قوية متينة صعبة متمسكة بالإرث التاريخي وماضي وكذلك حاضر، ولما لا أن تذهب بعيدا وتصل غدا، وهذا ما نتمنى. لو رجعنا بالذاكرة لمعظم البطولات اللي توجت فيها مصر بلقب بطولة أفريقيا لم تكن هي المرشح الأول لا في بداية البطولة ولا أثناء البطولة، ولكن المنتخب المصري بيعرف يتعامل بشكل جيد جدا مع الأدوار الإقصائية، وبالتالي أنا شايف إنه التسلسل اللي حصل في المباريات قد يكون مفيد بإذن الله للمنتخب المصري، والتعامل الهادئ جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين وحتى من اتحاد الكرة مع الفريق، كل دي مؤشرات تدعو. وانت اليوم هادي بعد يعني صابر يعني ما هو انا قبل كده في اليومين اللي فاتوا كنت يعني فرحان جدا بتخطي عقبة كوت ديفوار. دلوقتي زي ما قال لك فتحي القلوب بدأت التوتر يزيد والتوتر كل لازم القلق بيزيد مع الوقت. فتحي من اين تبدأ فيها؟ تتفق مع أوبتا في ترشيحاتها؟ أوبتا يعمل لغة الأرقام، وأنا انتظر حقيقة الأقدام، لأنه الأرقام في واجهة والحقيقة حقيقة الميدان في واجهة أخرى. أول ملاحظة لاحظها قبل الربع نهائي مصر كانت في المرتبة الثالثة، عندما قامت مصر وعملت أحسن مقابلة لها اللي هي بحال ضد الكوت ديفوار سحب اللقب، تقدم واخرت للمرتبه الرابعه، محليها اوبتا معناها بارك الله عليها اوبتا، ناس تربح توخر تخسر تقدم اوبتا باهي.
بدر متخوف من الضغط، ولكن انا نقول له بدر سامحني، هذه فرصه تاريخيه للمغرب. انا اكدت في فرصه سابقه وانه اللاعب رقم واحد في المغرب هو جمهوره. الضغط اللي يعمله الجمهور على المنافس ضغط رهيب. اذا بالعكس، وانت قلتها زاده باش ما نحرفش كلامك، قلت ماذا بيا ان يكون الضغط هذا ما نجم يكون كان ايجابي، ما نجم يكون بلاد كامله ورا فريق. احنا عشنا 2004 كيف تونس بلد كامل ورا فريق، معناها اللاعب حتى ما عندكش المدرب لهنا مهمته اسهل مهمه هي المدرب الرقراق، اصعب من مدرب من مهمه 3 مدربين اخرين، لانه الرقراقي لا يستحق ولا ما يشجعش الملاعبيه نتاعو او يحفز الوضع محفوزين خالصين محفوظ. عندك 40 مليون وراك، عندك شعب كامل، عندك بس لمسنا تردد في بدر في مساله انه قد يكون الضغط سلبي. طبعا عادي جدا. هي بدر كما قلت لك، بدر وصابر انا عايش معاه، معناها نعرف بطبيعه الحال، معناها فما حذر كبير، لانه هذه مقابله ماكش تلعب ضد منافسين من الدرجه الثانيه. ايهما اكثر ضغط، على صابر ممثلا لمنتخب مصر ام على بدر مع منتخب المغرب؟ نجاوبك بكل صراحه، الضغط القوي هو على صابر، رغم اللي صابر مصر عنده مقابله اسهل من المغرب قياسا بين السنغال ونيجيريا اللي ريناها الان. نيجيريا اقوى من السنغال، ولكن الضغط اللي على صابر مهبول على مصر، معناها يعشق، تقول محب، معناها في ثوب المحب العاشق اللي لابس البدله نتاع الفريق المصري، ونحيي فيك. وانا نفس الشيء ونفس الشعور، وبدر نفس الشعور. بقى الاحاسيس تختلف من شخص لاخر. صابر الان عايش المقابله، وانا ناكد لك صابر غدا مهما تكون النتيجه، اذا كان في الدقائق الاخيره حاسمه تلقى في البهو نتاع وانا شخصيا احترت معك يا فتحي، صراحه احترت معك. يعني المغرب غايبه عن البطوله 50 عام وتستضيف البطولة، وضغط جماهيري وضغط إعلامي، وصابر يملك 7 ألقاب، والضغط أكبر على صابر من بدر، يعني يحتاج لها تفسير صراحة، يعني عشان تدخل الراس. لا التفسير صح ولا لا يا صابر؟ أنت تتفق معي يا صابر؟ الضغط أكثر عليك من منطقيا من بدر؟ لا المره دي لا، انا اصلا فتحي عايش تفاصيلنا. لا بشكل عام، انا بشكل عام. وجهه نظرك بشكل عام تحترم، بس في تفاصيل بدري. لا انا ما اتكلم عن صابر، اتكلم على المغرب ومصر، عن الجماهير، على الشعوب، على الاعلام، على كل شيء. كلامك منطقي جدا. تقول صابر مبدئيا عنده 7 لازم يكون مرتاح، هو يحلم ب8، عنده جمعه يحلم ب8. والضغط على من اكثر؟ والضغط على من اكثر بشكل عام؟ بشكل عام على بدر، ولكن بدر ماسك اعصابه بطبيعه الحال. بدر قوي. لا عاد يعني صابر مو ماسك اعصابه لا صابر حساس، هي قصله راهو، ما هيش مش عيب، بالعكس معناها خاصيه نتاع صابر وانه حساس، ونعتبر وانه هما الاثنين خايفين. تبقى خوف صابر بارز يا اخي. بدر تعب هو يغني، بدر لا يملك احساس. لا يغني يا بدر لا يمسك احساس. يا بدر بيغني عشان غنى 4 حلقات و5 وبيغني الحين وكل مره تو يغني. هذاك باش يخفي الخوف عشان يزيل التوتر. يا بدر رد عليه باحساسك، رد باحساسك. بس انا اولا اشكركما معا انكم من غير ما نطلب منكما اخضعتمونا انا وصابر لكشف طبي لتحليل نفسي، وابتديت يخفض الضغط عليك انت الحين. يعني انا اقول لك لما كنت اتكلم عن المنتخب المغربي، اتكلم عن المنتخب المغربي لانه عنده ضغط التاريخ. اوكي، ضغط التاريخ. فريق لا يتصور احد من الافارقه واحنا العرب ان يكون في رصيده رقم 1. يعني تتفق ان الضغط على المغرب اكبر على الضغط التاريخ. ضغط انك مستقبل لبطوله وانت تلعب على ارضك وامام جماهيرك، ويجب ان تفوز بها، بمعنى في ضروره فرضها عليك. ثم ايضا الضغط انك تملك واحد من افضل المنتخبات الافريقيه، بحيث لا يبدو هناك اي عذر لعدم الخصها لك يا مشارف. ولكن لا بس
حسام تكلم. يقول أنك خائف جدا ولكن تخفى في قلبي. من حسام؟ من أنا خائف وأخفي في قلبي. حسام، من خائف أكثر، بدر أم صابر؟ من خائف أكثر؟ قال قرفاتي شيء مهم. قال أن بدر يخفي الخوف في قلبه، لكن أنا ما شاهدت أنا أقول أن من البداية حتى الآن صابر هو الخائف. هو الخائف. يعني الخوف، نرى الخوف في وجهه، في عينيه من البداية، ولا يستطيع أن يقول مصري من المرشحين يقول بخوف من يعني. لكن للأمانة لا بس مشاري أمانة يقول لي صابر أن أكثر من يعطيني الأمل أنا بالأمل. أكثر من يعطي الأمل هو حسام. كل مرة يقولوا لي ماذا تخاف يا صابر؟ منتخب مصر سيفوز، منتخب مصر سيلعب النهائي، وتونس لا والله بدأ من غير ما يشعر قال كلمة عبارة، قال يجب أن نفوز. هاو الضغط اللي تسلط فيه على ما هي ألخصها لك يا يجب. سألتك أنت تقول الضغط عليه. لا في أصل أنت سألت بدر وصابر. سألتك يا صابر وبعدين لما صار النقاش الحين تأخذ الكلام بالأخير يا صابر. ألخصها لك. بص شوف هقول لك. لا جيب استرجع أنفاسه. لو لا قدر الله في الاثنين، لو لا قدر الله في خسارة المغرب أو لا قدر الله في خسارة مصر، خسارة مصر هنزعل بس مش هتكون صدمه بقدر خساره المغرب. لا قدر الله طبعا في الحالتين استدرك بالفعل. لا انا كلامي بالاول قلت الضغط اكبر على المغرب. ايوه لا انت هو بيتكلم عن شخص. لا انا سؤالي عن بشكل عام. انما لا بشكل عام الضغط طبعا على المغرب ارض وجمهور، لانه طبعا في حاله عدم فوز المغرب بالبطوله هتبقى صدمه للجمهور المغربي. الجمهور المصري هيزعل طبعا. توقعات حسام وفتحي وحسام وصابر وبدر كلها متشابهة في من سيصل إلى النهائي. الكل في المساء الرياضي توقع وصول المغرب ومصر، وإن شاء الله تصيب توقعاتكم. لكن إن وصل منتخبين آخرين توقعاتكم. نبدأ مع بدر في هذه التوقعات. توقعاتكم مبنية على عاطفة أم منطقية واقعية؟ منطقية جدا، وأنا سأقول لك لماذا. ويجب أن تعود بي أو نعود بذاكرة المشاهدين إلى أول حلقة طلب منا أن نرشح منتخبين للمباراة النهائية. أوكي؟ أنا في البداية قلت على أنني أرشح في مقام أول للمباراة النهائية منتخب المغرب والسنغال، وبعد ذلك قلت أنه من الممكن نيجيريا، وقلت أيضا منتخب مصر. أوكي؟ يوصلوا لنصف النهائي. اليوم بعد الذي حدث في دور المجموعات وفي دور الثمن والربع، وجدت نفسي أكثر اقتناع من أن الأقرب بالمنطق قبل العاطفة إلى المباراة النهائية المغرب ومصر، لأن ما شاهدت عليه المنتخب المصري في مباراة كوت ديفوار يعطيني أمل أنه أخيرا يستطيع فراعنة النيل أنه يروضوا أسود الترنجة. وأيضا ما شاهدته من منتخب المغرب في مباراة كوت ديفوار يستطيع المنتخب المغربي أن يمثل لمنتخب نيجيريا الخصم الذي لم يعرف له طعما ولا مذاقا ولا قساوة أكثر من المغرب. المغرب سيكون لمنتخب نيجيريا الخصم الأقوى، وبالتالي إن شاء الله سيمر. صابر، في بداية الحلقات لم كنت تتوقع أن مصر تذهب بعيدا، لكن اليوم حق مشروع لك وللجميع أن مصر دائما مع عودتنا في كل نسخة أن تكون كبيرة بتاريخها وكبيرة أثناء البطولة. توقعت مصر والمغرب. شوف أنت قلت لبدر ده توقع بناء على العاطفة ولا على الواقع؟ أنا هقول لك أنا بكل تجرد هو فيها الاثنين. فيها الواقع طبعا لأنه أيهما أكثر؟ الواقع أكثر، بس فيها جزء من العاطفة. الواقع ليه بقى؟ الواقع بقول لك ليه. صحيح المنتخب النيجيري قوي جدا، بس انت كمان بتتكلم عن المنتخب المغربي كقيمه وكفتره اخيره توهج بشكل غير طبيعي. ومصر امام السنغال. ما احنا الجزئيه الثانيه هنتكلم فيها، هنتكلم دلوقتي على المواجهه اللي تخص المغرب ونيجيريا. المغرب كمان كاسماء لعيبه موجودين وكجمهور داعم، يعني بيرفع من اسهم المنتخب المغربي بشكل كبير. المنتخب المصري صحيح المواجهه الاخرى الطرف الثاني صحيح
ما كنتش انا في اضعه ان هو مرشح للوصول للنهائي، ولكن التطورات الاخيره رفعت من سقف طموحاتي انا كصابر او حتى للمتابعين. خلينا حتى في الامطار الاخيره لما نيجي نقارن مواجهه مصر مع كوت ديفوار ومواجهه السنغال امام مالي والتوهج الكبير للمنتخب المصري، اقول ان شاء الله استمرار المنتخب المصري في السير على نفس النهج اللي قدم بيه في مباراته امام كوت ديفوار هتكون له اليد الطولى في هذه المباراه، وبالتالي حظوظ المغرب ومصر للتاهل للنهائي منطقيا كبيره، وعاطفيا طبعا ده طيب طبيعي. انا بسال صابر وانتظر اجابه من صابر. صابر المنطقي وليس صابر العاطفي. اسالك سؤال مباشر وانتظر منك اجابه منطقيه واقعيه اكثر من صابر. في المواجهتين، مواجهه المغرب امام نيجيريا ومصر امام السنغال، النسبه المئويه في مساله التاهل لصابر منطقيا وواقعيا؟ مش الفرق مش كبير يعني ممكن اقول لك 55 45 المنو في للاثنين العرب ان شاء الله. الاثنين العرب ان شاء الله. جميل. كان منطقي وصريح يا فتحي. صحيح. تحس ان يعني وصلنا للامتار الاخيره وكذلك الضغوطات كبيره، وتبين كذلك ان المنتخبات الاربعه، احنا نتحدث عن منتخبات اربعه تملك ارث كبير وتملك نجوم ويملك كذلك اسماء كبيره حققت البلندور الافريقي. اذا احنا امام نصف نهائي ناري. لكن التوقعات لفتحي، ونعلم صراحه ومدى حديث فتحي في كل مجال، هل وصولك مبني على نسبه من العاطفه ام منطقي وواقعي لترجمه امكانيات منتخبي مصر والمغرب؟ لا، نسبه من العاطفه عادي جدا، انا لا اجامل. نسبه من العاطفه. المغرب يلعب مع نيجيريا ورينا نيجيريا، مصر تلعب مع السنغال ورينا السنغال، ونعرف التاريخ القريب جدا بين مصر والسنغال. ماذا فعلت السنغال مع مصر؟ صحيح كلها تعادلات وهزائم بضربات الجزاء، ولكن السنغال اقصت مصر على الاقل من كاس العالم. اذا لا، عاطفه، ولكن عاطفه ممزوجه بالواقع، ممزوجه بقيمه الفريقين. قيمه الفريقين، الفريق المغربي احنا عندنا مبدا يقول من امكنه الاكثر امكنه االاقل. شو معنى هذا؟ مبدا طبيعي عادي حتى قانوني. المغرب وصلنا قانوني، وصلنا للامور القانونيه يعني. لا اخر شيء تكلمنا بالاستاذ فتحي. طبيعي عادي وقانوني. من امكنه الاكثر امكنه الاقل. صح. من وصل للنصف النهائي نتاع كاس العالم غير قادر على الوصول للنهائي بأرضه وامام جمهوره. ليش ربط توقعك على عاطفه؟ اذا كان هذا منطقك. لا هذا العيش قلت لك اما جانب من العاطفه. باش نبدا معك تعرفني صريح. بالنسبه لمصر وبالنسبه للمغرب، انا اعتبر مقابله مصر المغرب اصعب من مقابله الفريق المصري، لاني حسب ما عينت وشاهدت وأنه الفريق النيجيري حقيقة أقوى من الفريق السنغالي. إذا مهمة المغرب أصعب، ولكن ما يعادلها وأنه المغرب يلعب فوق أرضه وأمام جماهيره وعنده ما شاء الله من لاعبين عندهم تجربة كبيرة. وخليني نكون أمين مع نفسي، أنا مش أحلم كيفكم بنهائي عربي مصر والمغرب باش نعيشوا نهائي تاريخي بعد 2004، ولكن نقول ما بين الواقع والعاطفه الحقيقه 50-50 لكل المواجهات، زوز مواجهات 50-50. حسام الدين احمد، انت توقعت ترشح منتخبي مصر والمغرب. اولا اقول ان في هذه المباريات ليس الفريق الاحسن الذي يفوز دائما، ولكن الفريق الذي يعرف كيف يدير المباريات. وإذا لاحظنا جيدا من البداية حتى الآن قلت أن منتخب المغرب قادر أن يفوز أمام منتخب نيجيريا ويتأهل إلى النهائي. لماذا؟ إذا شاهدنا جيدا الفرق بين المباريات المجموعات التي قدمتها منتخب المغرب والمباراة التي قدمتها أمام منتخب الكاميرون، هناك فرق كبير. توقعك للنهائي ما بين المغرب فما بين سنتحدث عن مباراة المغرب، لكن توقعك مبني على منطق أم عاطفي؟ مبني على منطق، على ما شاهدنا في هذه حتى لمنتخب مصر نفس الأمر، حتى لمنتخب مصر